اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب أدعوك كما أمرت دعاء صدق، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وشفيعنا محمدًا رسول الله، النبي المهداه، الرسول المسداه، البشير النذير، السراج المنير، بعثه الله بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، أنار الطريق، أبان السبيل، تركنا على المحجة، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره واهتدى بهديه إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، روى البيهقي وأحمد والترمذي وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق في الإسلام
ليست تبعية، وإنما هي من صميم الدين الذي ذكر الله تعالى في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هو الأخلاق الذي بعث الله الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق ليست تبعية، وإنما هي من صميم الدين. فالأخلاق ليست إجبارية ليست اختيارية، وإنما هي من إجباريات الدين. فالأخلاق به تتكامل الإسلام، به تتكامل المجتمع. فالأخلاق به تتعاون الأسر. فالأخلاق به يدعو الداعي إلى الإسلام. فالأخلاق به يدخل الآخرون إلى الدين الإسلام. فالأخلاق ليست كلمة نقولها، وإنما هي أعمال وتطبيقات التي ننفذها ونقوم بها في مهماتنا اليومية والليلية. عندما نخرج من البيت نحتاج إلى الأخلاق، وعندما ندخل إلى البيت نحتاج إلى الأخلاق، وعندما نجالس الآخرين نحتاج إلى الأخلاق، وعندما نبيع ونشتري نحتاج إلى الأخلاق، وعندما نتزوج ونزوج نحتاج إلى الأخلاق. فالأخلاق هو من صميم الدين. فالأخلاق هو صدق بالكلام، وإخلاص بالقلب، ولين للجانب، وتفاهم وتعاون وتكاتف مع المسلمين. فالأخلاق هو الذي تستطيع أن تعاشر الآخرين بأخلاقك. الأخلاق هو ما يثقل الميزان، ما يثقل ميزان العبد يوم القيامة. فالأخلاق هو الذي يدعوك على باب من أبواب الجنة. فالأخلاق نحتاجه في حياتنا كلها. وعندما نتساءل عن أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كان خلقه القرآن. كان صادقاً لا يكذب، وكان أميناً لا يخون، وكان رحيماً، وكان عاطفاً. بين ذلك الله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره واهتدى بهديه إلى يوم الجميع والدين.
أما بعد فيا عباد الله قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نبياتنا عليه الصلاة والسلام ودزي ودا أمّاو الله سلكن طرو سلمكبار لأموالانا طرو سلمكبار ليسافرنا طرو سلمكبار ليستمرنا سلو إساچو مجمرا براساچو ይሄን ተጥቢቅ አርጎ ጥሩ ስለምግባር በራሳቸው አርጎ አሳይቶ አስተምሮ ትምርቱን ለኛ ትቶ ቁርአንን ሲያስተምሩን ጥሩ ስለምግባር ሐዲስ ሲያስተምሩን በጥሩ ስለምግባር ከሰው ጋር ሲኖሩ በጥሩ ስለምግባር ሲወጡ ሲገቡ ሲገዙ ሲሸጡ በሁሉም ሐያታቸው ላይ ጥሩ ስለምግባር ሊያሳዩንና እኛ ከሳቸው ይዘን ተምረን ለዚህ ኡማ ከኛ ዋላም ለሚመጡ እንድናስተላልፍ አስተላልፎልን ያለፉት አጀንዳ ነው። ጥሩ ስለምግባር ሲባል በቃሉ ቀላል ሊመስል ይችላል። ግን መልእክቱ በጣም ከባድ የሆነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ሲገልጽ የነበረው ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲተገብሩ የነበረውት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምስክር ሲወጣላቸው ወኢነከ ለዐላ ኹሉቅን ዐዚም አንተ ጥሩ ስነምግባር ላይ ነህ ብሎ አላህ ሸሃዳ ወይ ደሞ የምስክር ወረቀት ሲሰጣቸው የነበረው አኽላቅ ነው። አኽላቅ ሲባል እንደዚህ በቀላሉ የሚታይ ነገር ሊመስል ይችላል። አኽላቅ ዛሬው ብቻ አይተን ምናልፈው ሳይሆን ከመጀመሪያው ከነቢዩላህ አደም ጀምሮ እስከ ነቢዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቢያዎች የተላኩበት ምክንያት የሚገልጽና መሬት ላይ የሚያሳፍር አኽላቅ ነው። አኽላቅ ከመጥፎ ንግግር፣ ከመጥፎ አተሳሰብ፣ ከመጥፎ አደራረግ፣ ከመጥፎ ስነምግባር የሚከለክለን ነው። አኽላቅ ሲባል ከውሸት የሚከለክለን ነው። ሳሒቡል ኹሉቅ ሰሒህ ላ የክዚብ ጥሩ ስነምግባር ያለ ሰው ጥሩ አኽላቅ ያለ ሰው አይዋሽምና ከውሸት የሚከለክለን ጥሩ ስነምግባር ያለው አያጨበርብርምና ከማጨበርበር የሚከለክለን ጥሩ ስነምግባር ያለው ሰው ኺያና አያደርግምና አሚን የሚያደርገን ከኺያና የሚከለክለን ጥሩ ስነምግባር ሲባል የውመል ቂያማ አላህ ዘንድ ሚዛናችን ከፍ የሚያደርግልን ሚዛናችን አላህ ዘንድ ከፍ ያለለት ሰው فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ተረጋግተን ጀነት እንገባለን ብለን የምናስብ ከሆነ አኽላቃችን ወደ ማሳመር አኽላቃችን ጥሩ አኽላቅ ይዘን ስንናገር ትክክለኛ ንግግር ተናግረን ስንወጣ ስንገባ ከሙጅተማዕ ጋር ስንቀላቀል ብቻችን ስንሆን ጥሩ አኽላቅ ስናተገብር ብቻና ብቻ ሚዛናችን ከፍ የሚለው فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ሚዛኑ አላህ ከፍ ያደረገለት ሰው እሱ ነው ትክክለኛ መንገድም የያዘ ከእሳት ነጃ ወጥቶ በጀነት የተመሰከረለት ሰው የሚባለው ጥሩ ስነምግባር ያለ ሰው ነው አለ። አላህ ይህን ሲገልጽ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
أقربكم مني منزلا يوم القيامة بقيامة كان أربعة يني قربيت يمتهونوت أحاسنكم أخلاقا ጥሩ ስለምግባር ያላችሁ ሰዎች ናቸው ብሎ ለዛ ነው የገለጹት فلنتساءل عن أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسولاتي صلى الله عليه وسلم أخلاق سنتايك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق في الحديث ولا يكذب እውነት ይናገራሉ አይዋሹም ነበር كان النبي صلى الله عليه وسلم أمينا لا يخون أمين نبرو خيانة يسرم نبر كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بتأم رهرو نبرو صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم إيه لساتشو سايهون لنيال يستمرون وإيه ولم يمسروت الله من ساتشون ودنيا يلاكت مكنيات إنيان اندياستمرون إنيان منقد اندياسهايون تككلنيا منقد زين نجحنا فلاح عند النوطا رسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه مع كبار السن رحيما ومع الأطفال رحيما تلالك أباتوچ غا سنورو طرو سነ ምግባር ያሳዩ ነበር ከተናንሽ ህፃናቶች غا سنورو طرو سነ ምግባር ያሳዩ ነበር بينت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن كأنه القرآن يمشي على الأرض رسول صلى الله عليه وسلم قرآن بيغر مريت لاي اندمي هد نبرو عليك صلى الله عليه وسلم إهن سياس هايو ينبرون صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا ما رأى خيرا إلا دل أمته عليه خير نجر أيتو أمة ساس هايو والقرم مطفو نجر أيتو أمة ساس هايو ودا آخرة الهدم صلوات الله وتسليماته عليه إنيا ودا كتب السيرة تملسين يساچون أخلاقنا يساچون نور سناي كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا وكان يقول ابغوني في الضعفاء دكاما سوچ غار فلغون دهاوچ غار فلغون مسكينوچ غار فلغون هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم إلالو كان متواضعا بتأم راساچون زق أرغو كسوغا هونو كداهوچ كمسكينوچ كفقراء غا هونو سوباون غزي بياياچو ايمطنوتم يملاچو سوچ غار هونو ጥሩ አኽላቅ ያስተማሩ የነበሩ ነብይ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ ጥሩ ስነ ምግባር ሲባል በቃል መስጂድ ውስጥ ሰምተን ወይ ቁርአን ላይ ቀርተን በሐዲስ ተነቦልን የምናልፍ ጉዳይ አይደለም የሚተገበር ጉዳይ ነው የት ነው የሚተገበረው ሙጅተማዕ ላይ ስንወጣ እኔ አኽላቅ ጥሩ ቢሆን ሙጅተማዕ ጥሩ ይሆናል እኔ ከቤት ጥሩ አኽላቅ ይጄ ከወጣው ልጆችን እንደዛ አስተምረ ከኔ ቤት ቤተሰብን ጀምሬ ወደ ጎረቤት ከጎረቤት ወደ ሰፈር ከሰፈር ወደ ቀበሌ ከቀበሌ እንደዛው ያለ አገር ሙሉ በሙሉ ሰላም ይሆናል ጥሩ አኽላቅ حسن الخلق لا يعادله شيء ከሱጋ ምንም ስራ የሚወዳደር ስራ የለም ጥሩ ስነ ምግባር ሲኖረን ለሰው እናስባለን ለዲን እናስባለን ለኢስላም እናስባለን ስንወጣ ስንገባ በኸይር ወተን በኸይር እንገባለን በረካ ይኖረናል እድሜያችን ውስጥ አላህ በረካ ያደርግልናል ሀፍታችን ውስጥ አላህ በረካ ያደርግልናል ልጆቻችን ውስጥ አላህ በረካ ያደርግልናል ሐያታችን በረካ ያደርግልናል እኛውን በረካ ያደርገናል አላህ ስለዚህ الأخلاق شيء هو من صميم الإسلام بطعام دين الإسلام يمبالو أخلاق لاي
የሚቆመው ስለሆነ አላህ ጥሩ አኽላቅ ይስጠን። አላህ ጥሩ አኽላቅ ተምረን የምናስተምር አላህ ያደርገን። ጥሩ ስነ ምግባር ሲባል እኔ ራሴን ከራሴ ጀምሬ ከቤተሰቤ ጀምሬ እንደዚሁ ከሚያቀኝ ጀምሬ ማስተላለፍ ያለብኝ ሲሄድ ሲገባ ሲቀመጥ ሲቆም ሲገዛ ሲሸጥ ሁሉም ሐያታችን ላይ ጥሩ ስነ ምግባር አሳርፈን የሚሄድ ነገር ነውና ጥሩ ስነ ምግባር አላህ ይስጠን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሩ ስነ ምግባር አግኝተን ተግብረን አትግብረን የውመል ቂያማ ከሳቸው ጎን ሆነን በሳቸው ሂጅ ከሐውዳቸው ጠጥተን ኢንሻአላህ አላህ ዘንድ ስንቆም እነዚህ ጥሩ አኽላቅ ያላቸው ሰዎች ናቸው እንድንባል ካሁኑ ጀምረን እንድንሰራበት የሚያስተላልፍ መልእክት ነውና የሰማነው በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያደርገን። إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون